الطقاقة نورة، المرأة اللي زادت في 1950 وغنت في عرس الجن، وهذه الحكاية صارت في 1997. إذا راكم باغيين تغوصوا معايا في هذه الحكاية ما عليكم غير تكملوا لا فيديو للتالي. صلوا على رسول الله. خلونا نبداو. الطقاقة نورة زادت في 1950 في الكويت، كانت تروح مع الأم تاعها للعراس، والأم تاعها كانت مغنية مشهورة، كانت تديها معاها دائما للعراس. ومن هذيك الفترة نورة الطقاقة هي تتعلم بالغناء الشطيح والرديح. من ذيك الفترة وهي نورة تتعلم، بعد ما تعلمت توفات الأم تاعها، وهنايا قررت الطقاقة نورة أسوأ قرار في الحياة تاعها، قررت أنها تكمل المشوار تاع الأم تاعها. بعد ما كملت المشوار تاع الأم تاعها وبدات تغني، لحقت سنة 1997 تحديدا 1997 صارت أقوى وأرعب قصة للطقاقة نورة، بحيث كانت بيوم الخميس لحقتهم ابيل على 10 ولا 11 تاع الليل، جامي لحقتهم ابيل كيما في ذا الوقت، لحقتهم ابيل وقالوا لهم بلي غدوه الجمعه راه عندكم عرس. مع العلم الطقاقة نورة والفرقه تاعها ما يخدموش نهار الجمعه، يعني نهار روكو راحه. رفضوا ذاك الطلب، بعد من بعد كينا بداو انسيستو، سمو صحاب ذاك العرس بداو انسيستو، قالوا لها راكي مغنيه مشهوره والشرف تاعنا باش تكوني في العرس تاعنا ونضاعفوا لك المبالغ اللي كنتي تديها. كانت تدي دراهم بصح كبار، ولكن قالوا لها نضاعفوهم، يعني الضعف تاع الكبار. كانت قالوا لها تدي بزاف دراهم. الطقاقة نورة والفرقه تاعها كانت رافضه، ولكن غير سمعوا المبلغ المالي اللي عطاوها لهم وافقوا مباشره بدون اي تفكير، وهنا كان اكبر غلطه. الجمعة خوتي على 12 تاع الليل يبدا العرس ويبدا الغناء تاع الطقاقة نورة. الطقاقة نورة صراحة كان الغناء تاعها غريب، ولكن كانت تعرف تغني في الكويت، كانت مغنية مشهورة في الكويت تاع العراس خوتي. من بعد كينا وافقت الطقاقة نورة وراحت على 11:30، راحوا طلعوا لذاك القصر، بداو يسقسوا ويحوسوا يعرفوا ذاك القصر وين جاي باش يدخلوا له ويبداو الغناء تاعهم. دخلوا على 11:30 ذاك القصر، بعد ما سقسوا قصر كبير بزاف وشباب بزاف. بعد ما دخلوا القصر طلعوا للشمرة تاعهم المخصصة اللي داروها لهم، وبداو يحوسوا باش يرتبوا صوالحهم. بعد ما رتبوا صوالحهم قرروا يبداو الغناء على 12. بداو الغناء على 12، ولكن هنايا كانت صدمه. هما كان بزاف في ديك الصاله، وكان الناس بزاف غاشي كبير خاوتي ما تتوقعوهاش، غاشي كبير والغاشي يزيد ويتفاعلوا بزاف مع الغناء تاع الطقاقة نورة. نتفقوا على حاجه واحده، الطقاقة نورة كانت اشهر مغنيه في الكويت تاع العراس خوتي. تغني لهم كانوا يتفاعلوا بزاف، كان طريقه الرقص تاعهم غريبه، كانت لابو تاعهم حرشه وحاميه بزاف، يعني كل ما يروحوا يسلموا على الطقاقة نورة والفرقه تاعها كانوا يحسوا بحراره شديده، ولابو تاعهم حرشه بزاف ما يقدروش يتحملوها. بعد كده واحده من الفرقه تاع الطقاقة نورة اغمى عليها، يعني تغاشات، ما عرفوش السبه. بعد ما رجعوا للبيت تاعهم، ماشي البيت تاعهم، البيت اللي في ذاك القصر، باش يدوا استراحه وينوضوا هذيك اللي تغاشات لهم، طلعوا بدات تشير لهم بيدهم على شيء، ما عرفوش هذاك الشيء، بدات تقول لهم لا لا لا، ما عرفناش على الشيء كانت تقصد. المهم بدات تفطر وتقول لا، عاود تغمى عليها وتفطر وتقول لا. بعد كده بعد ما نوضوها عفوا وهبطوا باش يعاودوا يكملوا الغناء تاعهم، بداو سابوا ما عندهمش يغنوا، دوروا كاع عليهم الحمار بزاف، بداو شافوا اغرب حاجه، كرعيهم كراع تاع معيز ماشي كراع تاع انسان. هنا كانت صدمه وعاودوا اغمى على ديك الوحده من الفرقه تاعهم. بعد ما اغمى عليها عاودوا رجعوها لذاك البيت المخصص تاعهم اللي فيه الماتريال تاعهم، ويجبدوا منه اي حاجه ويغيروا الملابس تاعهم، ثم خاص بالفرقه تاع الطقاقة نورة والطقاقة نورة. قلت لهم هذاك واش كنت نقصد، بعد ما صحاوها قلت لهم هذاك واش كنت نقصد الساعه، كنت نشير لكم بيدي ولكن نتوما ما فهمتونيش. وهنايا بداو يقرروا باش الهروب، وبداو يخمموا في خطه باش يهربوا بها من ذاك القصر.
بعد ما هربوا من ذاك القصر وداروا خطه بزاف شابه، هربوا من ذاك القصر. كي هربوا من ذاك القصر خرجوا بداو يسقسوا في الناس ويحوسوا يعرفوا باش يهربوا ويرجعوا لديارهم. بعد ما تلاقاو بزاف ناس وسقساوهم لقاو بلي ذاك القصر كاع ما كش منو، قصر مهجور في شحال. هنا كانت اكبر صدمه ليهم. سقسوا راجل وقالوا لهم ذاك القصر عندو بزاف ما سكنوش فيه، وذاك القصر اصلا مسكون، يعني غناو فيه عرس تاع الجن للاسف. من هذيك الفترة من 1997 طقيقة نورا بعد هذا الموقف اللي صرالها مع عرس الجن اعتزلت الغناء تماما. كان الفيديو تاع نهار اليوم، اذا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب، تعليق شباب كيما نتوما، قولوا لي واش نحكي لكم الفيديو الجاي. تهلاو.